السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا الغاليين. فكرة النهاردة بعنوان نمو التيار. لو احنا عندنا سلك مستقيم وصلناه ببطارية وأميتر ومفتاح، وهنا ملف لولبي وصلناه ببطارية وأميتر ومفتاح، وهنا ملف لولبي قلبه حديد وصلناه ببطارية ومفتاح وأميتر، والثلاث دواير مظبطينهم ان هم يمر فيهم نفس التيار، يعني هيمر هنا 10 وهنا 10 امبير وهنا 10 امبير. فهقفل الثلاث دواير مع بعض، فهلاقي في حاله السلك المستقيم التيار وصل ل 10 امبير اسرع، نما بسرعه. وفي حاله الملف اللي قلبه هوائي نما ببطء شويه. وفي حاله الملف اللي قلبه حديد وصل بس متاخر اكتر، نما ببطء اكتر. طب ليه؟ لأن في حالة الملف ده أول ما التيار يمر في أول لفة بيولد مجال، المجال بيأثر على اللفات دي فتعمل تيار مستحث عكسي يؤخر نمو التيار. هنا التيار المستحث العكسي هيبقى أكبر لأن الحديد المطوع ده بيزود تركيز خطوط الفيل. هنا مفيش تيار عكسي لأن المجال عبارة عن دوائر حوالين السلك مفيش حد بيقطعها. يبقى الشاهد إن لو حبيت أرسم رسم بياني يعبر عن نمو التيار للتلاتة. في حالة السلك هتلاقي الخط مستقيم بينمو كده وبعدين يثبت، ده السلك. في حالة الملف اللي قلبه هوائي هتلاقي التيار برضو وصل لنفس القيمة بس بعد فترة أطول وبياخد كيرف كده بعد فترة أطول، ده فترة أقل. طيب في حالة الملف بقى اللي قلبه حديد هتلاقيه وصل بعد فترة أكبر فأكبر كده. طيب على اساس بقى اللي احنا قلناه، تعالى نحل السؤال. بيقول ايه؟ يمثل الشكل البياني واحد نمو التيار خلال ملف حثه الذاتي ال متصل ببطاريه عند غلق الدايره. ركز بقى، التيار هنا وصل لقيمته العظمى بعد زمن كام؟ 40 ملي ثانيه. احنا بقى عايزين اي من المنحنيات البيانيه الموضحه في الشكل 2 يمثل نمو التيار في نفس الملف. لو احنا حطينا ساق من الحديد اكيد هيوصل للقيمه العظمى بعد زمن اكبر، يعني هيعدي عن ال 40. انهي بقى واحد صح؟ وصل لقيمته العظمى بعد زمن عدى عن ال 40 اللي هو رقم ايه؟ 3. يبقى الاجابه الصح رقم 3. تمام. استناكم في الحلقه الجايه ان شاء الله مع فكره جديده من الافكار اللي بتتكرر في الامتحانات.